عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي وأصحابي في كل مكان، معاكم أحمد الشاذلي من قناة المتعة. رب تكونوا بخير وإن شاء الله تكونوا. النهاردة هنتكلم عن موضوع أظن كلنا عارفينه، في مننا اللي مش عارفه. المنطقة 51 بولاية نيفادا الأمريكية. يلا نبتدي فيديو معانا النهاردة هنتكلم في المنطقة 51 بولاية نيفادا الأمريكية. هي تعتبر أشهر قاعدة سرية في العالم، ظهرت في الكتب والأفلام وبرامج التلفزيون كمان. ناس بتعتقد إن الحكومة الأمريكية مخبية داخل حدودها الواسعة مركبات فضائية. ويلا بينا نشوف الفيديو ده، ويا رب يعجبكم وإن شاء الله تستفيدوا منه. يلا بينا. موقع سري للغاية تابع للحكومة. في عام 1947 تأسست المنطقة 51 والتي تعرف أيضا باسم غرفة الغمر الأمريكية في ولاية نيفادا. منذ ذلك الحين أثارت هذه المنطقة الكثير من التكهنات والنظريات المؤامرة بشأن ما تحمله تلك القاعدة السرية. لنقم برحلة مشوقة لاستكشاف ما قد تخفيه الحكومة الأمريكية في منطقة 51. إنه ليلا وتقع المنطقة 51 في قلب الصحراء الجافة بوسط نيفادا. تتزامن السماء اللامعة مع اللون الداكن للجبال المحيطة بها. للعين البشرية هذا مكان مهجور وخال من الحياة، ولكن الحقيقة أبعد مما تتخيل. في عام 1955 بدأت الحكومة الأمريكية تنفيذ مشروعات سرية هناك تمثلت في تطوير تكنولوجيا فائقة تفوق أحلام البشر. كان ذلك مشروع أورورا، وهو طائرة مستقبلية قادرة على التحليق بسرعات فائقة تفوق سرعة الصوت ب10 مرات. تم تصميم هذه الطائرة باستخدام تقنيات متقدمة ومواد غير معروفة للجمهور. لقد كانت منطقة 51 مكانا لاختبارات الطيران المحسنة. شهدت الأجواء هناك انطلاق وهبوط أسرع من الصوت وأداء تكنولوجيا مذهلا للطائرات السرية. يقال إنهم اختبروا طائرات تستطيع التحليق عبر الزمن والفضاء بسرعات رهيبة، مما أثار تساؤلات عن إمكانية السفر عبر الزمن. تفتحت في المنطقة 51 أبواب أخرى للتكهنات. هناك من يعتقد أن الحكومة تجري أبحاثا على التواصل مع حضارات فضائية. تقول الشائعات إن هناك تجارب تقنية تسمح بالاتصال بكواكب بعيدة والتفاعل مع مخلوقات فضائية. للأسف الحقيقة حول ما تحتفظ به الحكومة الأمريكية في منطقة 51 لا تزال غامضة ومجهولة. تظل هذه النظريات والتكهنات في دائرة الغموض، ومع وجود سياجات مشددة وإجراءات أمنية صارمة حول المنطقة قد يظل للجمهور الوصول إلى ما يخبئه هذا المكان مستحيلا. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن المنطقة 51 فإنها تبقى واحدة من أكبر الألغاز في عالم التكنولوجيا والفضاء، وربما يوما ما ستكشف الستار عن ما يدور حقا هناك. وبكده أحبابي وأصحابي في كل مكان نكون وصلنا لنهاية قصتنا النهاردة عن المنطقة 51 بولاية نيفادا الأمريكية، والفيديو بتاعنا النهارده، واللي اتمنى ان يكون عجبكم، واعتقد ان هو عجبكم لانه بصراحه معمول باتقان شديد. ودي المره دي تجربه، يعني اول مره اعملها. اتمنى ان لو حد علق للفيديو اتمنى يقول لي يعني ايه انطباعه عن الفيديو ده النهارده. يا رب يكون كويس، واتمنى ان انتم تكونوا يعني استفدتوا منه النهارده. قبل ما اسيبكم بخير وبسلام ان شاء الله، احب اذكركم زي كل مره باللايك والشير وتفعيل زر الجرس. أشكركم، سلام.